السلام عليكم. لسان الطير مع السلمون. ففي مقله غادي ندير زيت الزيتون، شويه ديال الزبده، السلمون مرشوش عليه ديال الملحه. فغادي نحمرو من الجوانب كلها. فما غاديش نخليه نطيب، غير تحميره لكل جهه. غادي نحيدو في نفس المقله، غادي ندير البصله، الثومه، وغادي نخليهم هكا شويه يتشحروا. نزيد لسان الطير ونخليه هكا يتشحر. نزيد عليه معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، مطيشه صغيره، ونزيد هكا الماء او المرق ديال الخضره كيف ما بغيتو، غير المهم يكون سخون. رشه ديال الملحه ورشه ديال البزار او الفلفل الاسود. كنبدا كنحركو بشويه بشويه وانا كنزيد داك الماء او المرق. فما كنديروش في مره، حتى كنخليه ينشف عاد كنزيد شويه. كنحط السلمون باش يكمل الطياب ديالو، رشه ديال الفلفله الحمراء الحامض، رشه ديال الملحه، وكنسقيه هكاك بداك المريقه وكنخليه يكمل الطياب ديالو. فالسلمون راه ما كيحتاجش طياب بزاف، كنرجعو غير 5 دقائق توالى بما كتشرب داك المريقه. فاخر حاجه رشه ديال القزبر اللي كيعطيه مذاق زوين بزاف، وطريفات ديال الحامض. وما تنساوش تجربوا الوصفه، ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.